حبايبي الزملكاويه، يا رب دايما بخير، ويا رب دايما في احسن حال، ويا رب دايما مجمعين على حب الزمالك. حبايبي الزملكاويه، مفيش حدث دلوقتي في الساحه الرياضيه ويخص الزملكاويه الا موضوع الانسحاب من المباراه التمثيليه الهزليه اللي بتسمى مباراه على بطوله. ليه انا بقول الكلام ده؟ اول حاجه هتكلم فيها وقبل ما ابتدي الكلام، انا بشكر نيابه عن جماهير الزمالك بالكامل، سواء هنا سواء بره سواء في اي مكان في العالم. بشكر رئيس نادي الزمالك على قرار الانسحاب، لاني انا متاكده، انا متاكده مليون في الميه، وكل الزملكاويه متاكدين مليون في الميه، ان لو كان في حد تاني مكان المستشار مرتضى منصور ما كانش خد القرار ده، وكان بقى بررها بقى بتدخلات وتجاوزات ومصلحه واحنا ايه واصل محتاجين والفلوس والغرامات والنادي محدش كان هياخد القرار ده غير رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. وهنا بقى انا بتكلم في نقطه بقى، هو انت النهارده لما تاخد قرار علشان حسيت ان في ظلم، وده كان مطلب جماهيري على ناديك، هل ده يستدعي ان كل البرامج بتهاجم رئيس النادي وبتطالب بصوت العقل، ويطلع علينا الصحفي ولا المذيع احمد موسى ويكلم رئيس نادي الزمالك؟ هذا بقى اللي المفروض انه بيخاطب جموع الشعب المصري في جميع الدول، وبيقول، والمفروض ان هو بيقول لنا ان البلد دي بلد عدل، وبلد ضد فساد، وبلد بتحارب المخطئ و و و و و فتيجي حضرتك بتعاتب رئيس نادي بيقول في ظلم وقع علينا، وتقول له عايز تعمل فتنة، وبتدافع عن رئيس نادي واقف في ظهر لاعب سب وقذف وقال ألفاظ خارجة حضرتك تخجل إن أولادك يسمعوها وأحفادك يسمعوها، ورئيس النادي ده المفروض إنه يخجل إن أحفاده يسمعوا هذا اللفظ، وإن بناته يسمعوا هذا اللفظ اللي أصبح هتاف جماعي لجماهير هذا النادي بيقولوها في كل مباراة وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة. حضرتك بتقول لي مين أنت بتصنع فتنة؟ حضرتك عشان انا اقتنع انك بتتكلم في مصلحة المواطن المصري، يبقى حضرتك تقول عيب اللي اخطأ واللي قال لفظ خارج واتعملت عليه عقوبة المفروض انه يتعاقب، ونحترم ده علشان حتى المشاهد يقتنع ان حضرتك مع الحق، ان حضرتك ضد الالفاظ والسباب والشتيمة، وان حضرتك بتخاف على كل مواطن مصري في بيته، مش حضرتك بتدافع وبتهاجم رئيس نادي الزمالك علشان بيجيب حق جماهيره. وحضرتك انا كمشجعة زملكاوية واعضاء جمعية عمومية لما بنيجي نختار شخص من شخص بنختاره على اساس ايه؟ بنختاره على اساس ان هذا الشخص هو قادر على تحمل المسؤولية، هو قادر على الحفاظ على مكانة هذا النادي، على استرداد حقوق النادي في اي حاجة. امال انا بختار ليه شخص عن شخص؟ هو حضرتك بتدافع وبتهاجم رئيس نادي الزمالك، انت حضرتك ازاي اصلا موافق ان هذا اللاعب بالهتاف اللي قاله ما يتعاقبش؟ هو حضرتك لما قعدتوا تقولوا لنا رئيس النادي الخلوق المهذب المؤدب المحترم، على عيني وعلى راسي، بس هو الأخلاق والأدب أقوال ولا أفعال؟ يا أخي ده احنا زهقنا. دي القناة الرياضية اللي بتعرض الدوري حصري ما وراهاش كلام، عارف انت لو احنا ايه بنسقيكوا مبادئ أخلاق، مبادئ
اخلاق، المبادئ، القيم، الاخلاق. هو الاخلاق بتقول ان في لاعب هرب وفسخ عقده من طرف نادي، من طرف واحد، احتويه واتعاقد معاه؟ هو في حاجة بتقول في الادب والاخلاق ان لما لاعب يهتف ويقول هذا الهتاف اللي انا طبعا مش هقدر اقوله، اللي بقى بقول لك يعني هتاف وعلى كل صفحاتهم وعلى كل جروباتهم، وبقى الهتاف الجماعي اللي هيسمعوه في الماتش، لان احنا مش هنتفرج عليه طبعا لانه لا يخصنا اصلا. هو ده مش عيب؟ هو هنا فين الاخلاق؟ ولا انتوا بتزرعوا ايه؟ انتوا وصلتوا ان الجماهير دي لما حد بيتكلم على هذا الشخص، صدقوني انا مش بهزر، ايه ده انت بتقولي ايه؟ استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جماهيره بيقولوا احنا مليون، احنا 100 مليون، وده رئيس جمهورية. انتوا عايزين توصلوا لايه؟ هو في ايه؟ هو الاخلاق والقيم والمبادئ ايه تفسيرها لما يبقى عندي كابتن الفرقة بيضرب لاعب بدون كورة؟ هو حضرتك لما يبقى لك ابن بيلعب كورة ناشئ او حفيده بيلعب كورة ويلاقيه حضرته بيدافع عن لاعب قال اللفظ ده، هو حضرتك بتوصل اصلا للاعيبتك تعمل ايه؟ اشتم، اهتف، اضرب بدون كورة، اعمل كل اللي انت عايزه. انت فوق العقوبة، انت بتلعب عندنا يا ابني، انت تيجي تعمل اللي انت عايزه. هو في انهي منطق؟ هو في انهي؟ انتوا ازاي اصلا بتسمحوا لرئيس نادي يقعد يلجأ للقضاء الاداري وانتوا عارفين انه لا، وانه ما ينفعش يرفع على قضية على عبد الله السعيد في القضاء الاداري ويحجز على فلوسه، والناس بتبارك الخطوة، وبعدين يخسر ويدفع غرامة، وبعدين لما اللاعب يتوقف يقوم مشكك في وجود لجنة التظلمات اللي هو اصلا مشتكي فيها رئيس نادي الزمالك، واللي هو اصلا بعت اللاعب بتاعه يتحقق معاه فيها. لما انت شكك فيها بعت اللاعب بتاعك ليه؟ اشتكيت رئيس نادي الزمالك فيها ليه؟ باركت ليه عقوبات اللعيبه الزملكاويه اللي اتعاقبت فيها؟ انتوا بتفصلوا لوايح. هو انتوا ما فيش حد فيكم بيطلع يقول كلمه الحق؟ ما حدش فيكم طلع قال يا جماعه اشمعنى اللعيبه قبل كده اللي اتعاقبت من الزمالك لما قدموا تظلم على الايقاف ما توقفش الايقاف؟ اشمعنى ده؟ لا، ده انتوا بتعتبروا ان اللاعب ده بالاخلاق دي اللي ليكوا فيديوهات بتقول انه دخل ضرب محمد الشناوي وشتم اللعيبه وبهمجيه واتوقف، انتوا عاملينه دلوقتي حاجه لا لا لا. فاكرين؟ عارف اللي هو احنا بنغيظكم، مش هو اللاعب مشي من عندكم ده، احنا هو هيلعب برضه. ايه القرف ده؟ واني قانون، اني منطق، اني منطق، اقنعوني اني منطق. وبعدين اصل شيكابالا لما عمل الحركه بتاعته دي اللي اتعملت في لعيبه كتير قوي في اوروبا، لا لا لا، بناتنا، ستاتنا، اولادنا، مناظر ما ينفعش. الاخلاق يا جماعه، الادب. اما يطلع لاعب من عندكم يحتفل ويرفع ايده وياخد حقنه ويعمل كده، طلع 100 حد اعلامي تاني المفروض انه اعلامي كبير دافع عنه. ايه يا ابني مش مهم الاحتفال ده بقى، فهموه غلط، مع انه يا ابني يعني ده حاجه في اوروبا. وبعدين يطلع يقول لك عايزين صوت العقل. كان فين صوت العقل؟ ويقول لك اصل في فرق بين الاعتذار عن كاس الرابطه وعن كاس السوبر، اصل الرابطه تبع الرابطه والسوبر تبع اتحاد الكوره. هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ حضرتك مش قاري اللائحه ولا ايه؟ ان كله تحت مظله اتحاد الكوره، ولا ده كان ايه بالظبط؟ هو ايه هي الناس دي ازاي لسه موجودين على الساحه وبيقولوا كلام وعكسه والناس بتتفرج وبتسمع؟ انا عرفت ليه الجيل الجديد، والله انا فعلا هم جيل اكيد افضل. ليه؟ هو بيتفرج على المباراه ويقوم. ما هو لو سمع الكلام ده هيبقى غلط يا جماعه، والله غلط.
يعني تخيل انت ناشئ عنده 17 سنة 16 سنة بيلعب وشايف ان في دولة بتدافع عن لاعب، أو سوري مش دولة، اعلام بيدافع عن لاعب، اعلام سياسي ورياضي، وبيقول على الغلط صح وبيقول على اللي بيطلب الصح فتنة. ده اي منطق؟ وبعدين يطلع عليك بقى، ما انت، انا طبعا ما بفرقش معايا لما جماهيرهم تقعد تقول اصل خايفين يا عيني، اصل انتوا خايفين. خايفين ايه يا ابني؟ ده انت بيراميدز. قعدت اقول لك ايه، والله رئيس اللجنه ده حبيبنا، ده هيفضل معانا الى مدى. ده انا بعرفه لحفيدتي عشان اقول لها حبيبتي انت لما هتكبري ان شاء الله هيكون هو برضو موجود، رئيس لجنه ده موجود معانا. بصوا هتتغير انظمه وتتغير اتحادات وتتغير كل حاجه وحضرته موجود. اجل ماتش للمنافس ده موسم كامل مع بيراميدز لحد ما اسمه كينو ده مشي ومش عارف خربين مشي والفرقه كلها راح ملاعب الماتش. احنا هو انتوا عارفين يا جماعه في دوريات كده احنا ما نسمعش عنها، بتاعت جزر القمر وجيبوتي مع احترامي ليهم مش مصنفين يا جماعه انتوا. يعني احنا بقينا من اسوأ الدوريات، احنا ما حدش بينتبه. وعشان بس برضه تعرفوا انتوا، لولا ان المباراه كانت بين الزمالك والفريق الاحمر ما كانش هيطلبوها تتلعب في الامارات ولا هتتباع تذاكر المباراه كلها خالص. كونك بقى تقول الاكثر شعبيه والاكثر جماهيريه ومش عارف ايه، لا يا جماعه، لا ده انا فين انقح لما تيجي النهارده وزاره الشباب والرياضه تطلع بيان فتقول لك ايه. ما انا برضو مش فاهمه اللي بيحصل. اصل لجنه الانضباط دي لجنه موضعها سليم واحنا واخدين وجودها من الكاس، ودي لجنه سليمه، وان اللجوء للقضاء ده مش صح. طب انت بتطلع ان النادي الاحمر غلطان غلطان. ما انا برضو انا مش فاهمه هو بيلجأ للقضاء الاداري على اساس ايه؟ طب انت بتطلعه، انت دلوقتي قلت ان لجنه الانضباط دي لجنه سليمه، هو حضرتك ما قلتش البيان ده امبارح او اول امبارح ليه؟ يعني ما طلعتش قلت ان لجنه الانضباط دي وجودها سليم واحنا غير مسؤولين على الناس اللي لجأت للقضاء، وان القضاء الوحيد اللي يحكم في القضايا دي هي المحكمه الدوليه الكاس. حضرتك ما قلتش الكلام ده من يومين ليه؟ ما يمكن كان المستشار عادل الشرباجي سمعها. وبعدين هو فعلا ممكن يكون مستشار رئيس لجنه الانضباط ما يعرفش انه ما ينفعش قضيه تترفع في القضاء الاداري ضده، وانها حتى لو اتحكم له مش هتتنفذ. وحصل قبل كده في مواقف كتيره جدا. شيكابالا قدم للتسويه والمنازعات وخد حكم ان الوقف بتاعه يتوقف، وجي ساعتها المسؤول في اتحاد الكوره وإذا عطار قال له لا احنا بننفذش محاكم اداريه ومحاكم مدنيه، احنا بننفذ المحاكم من الكاس. طب وحضرتك يا سياده المستشار ما قلت لهمش ليه انه انت بتأجل العقوبة لحد ما القضاء الاداري يحكم؟ هو انت مش واخد بالك ان الوزير قال ان وجودك سليم؟ هو انت حضرتك ما تعرف؟ ده تبقى مصيبة انك لو ما تعرفش انه ما فيش تدخل من محاكم مدنية في شؤون رياضية، دي تبقى مصيبة. ولا انت أجلتها علشان ايه؟ تعاطفا؟ اصل هي ملهاش حل. وزاره الشباب طالعه وطالعه متاخر ليه؟ انا ما اعرفش. هي طالعه بتوجه رساله دي لمين؟ لاتحاد الكوره ولجنه الانضباط ان انتوا موقفكم سليم. طب لما حضرتك موقفهم سليم ما قلتهاش من يومين ليه؟ وحضرتك يا رئيس لجنه الانضباط يا سياده المستشار ويا شغالين في اتحاد الكوره ما تعرفوش ان القضايا في المحاكم المدنيه مش هتتنفذ؟ وانه لو حتى النادي ده خد حكم انتوا مش هتقدروا تنفذوه، كنا لو نفذتوه يبقى انتوا بتثبتوا ان في تدخل حكومي في الشؤون الرياضيه في مصر والنشاط يقف. طب على اي اساس اجلتوا عقوبه اللاعب لحد ما المحكمه تقول، وانتوا عارفين ان المحكمه ملهاش صفه في شؤون رياضيه؟
يبقى كل المحصلة ايه؟ مجاملة هذا النادي، انكم مش قادرين تعاقبوا هذا النادي، لكن تعاقبوا شيخة وتعاقبوا امام عاشور وتعاقبوا لعيبة اي نادي تاني. انتوا عارفين ده ايه؟ طلع كابتن محمد فضل قال اللي المفروض الناس اللي بتفهم ومثقفة تقول الكلام ده، انه يعني ايه لا ماتش يتلعب في يناير والعقوبة تطلع شهر 5؟ يا لهوي، انتوا مستنيين لما الدوري يتحسم وبعدين يركوا بعد شهر 5 قلتوا قمتوا مأجلينه تاني لبعد اللي هو ايه، لازم بقى تكون خدت السوبر ورجعت لعبت لك كام ماتش في الدوري فحسمت النقط عشان لاي فرقه لو جت لعبت ما تحسبش، وانت كده بطل. هي فوق الجميع. احنا عندنا عدد بطولات، احنا الدولاب مش عارفين نعمل فيه ايه، احنا اصحاب البطولات، احنا الاسياد، انتوا العبيد، احنا جمهورية النادي مش عارفة ايه، ده رئيس جمهوريتنا. كفاية. هو احنا بنقول لكم جاملونا؟ احنا بنقولش جاملونا، احنا بنقول عدل بين الأندية. احنا عايزين العدل بس، احنا عايزين العدل. ده انا غلبت اقول المساواة في الظلم عدل. هو في كده؟ هو في نادي ما بيتعاقبش كده؟ هو في نادي يخسر كل البطولات وتجيله عقود رعاية كده؟ هو في نادي اتحاد الكرة مش قادر يعاقب لاعب فيه، لجنة انضباط مش عارفة لاعب فيه ازاي؟ هو في نادي مسيطر على الاعلام الرياضي والسياسي كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الريال مدريد اسمه النادي الملكي بيمثل يعني العاصمة اللي فيها المركز بتاع العيلة المالكة، بيتغلب ايه ده؟ في ايه؟ هو احنا عايزين نوصل لايه؟ وبعدين اصل ايه ده مش رئيس شرعي؟ لا، هو رئيس نادي الزمالك، هو رئيس شرعي. وعلى فكرة هو لما جه وتم حبسه في قضية سب وقذف، لا أخد فلوس كان ماسك حاجة وأخد فلوس وخرج بكفالة، ولا أخد حاجات ولا بياخد، هو ما عملش الكلام ده. لما تقوم الدولة بدعوته للحوار الوطني، لأنه فعلا إنسان وطني، وأنا لن أنسى مواقف الوطنية، لن أنساها، لن أنساها. من أيام ما كنا كلنا بنلتف قبل 30/6 كان إيه، وكان في حاجة تانية. أنا أصلا زهقت. واحتفالات بإيه؟ لكن وطني. عمره ما قال لجماهيره انزل، عمره ما قال لجماهيره اعمل، عمره ما كان بيسمح لحد يهتف ضد الجيش أو شرطة أو أي حد. رجل وطني. وأنا من هنا، بما إن محدش قادر في المنظومة يعاقب هذا النادي، سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء مجلس الإدارة الموقرين المحترمين، نرجو من سيادتكم التصعيد لمحكمة الكاس ضد تجاوزات هذا النادي ومجاملة هذا النادي. هذا النادي يلجأ للقضاء المدني في أي قضية، ولا يلجأ للقضاء أو المحاكم الرياضية. نرجو التصعيد، نرجو التصعيد، ده مطلب، لأنه مش هينفع كده، ومش هتبقى ليها نهاية ولا في أي بطولة ولا في أي لاعب، وبعد كده لاعبته هتنزل تضرب وتشتم وتهتف وتعمل اللي هي عايزاه ومش هيتعاقبوا. ولما يعوز يأجل ماتشات يعوز. وبقول بقى ليهم التانيين أصل انسحاب، أصلوا خايفين. وحضرتك لما خسرت الطايرة سيدات ورجال، ورجال ايه دوري وكاس، والسيدات كاس كسبوكوا، حضرتكوا اعلنتوا النهارده انسحابكوا من بطولة الكرة الطايرة، اللي هو الله، هو الزمالك بقى عمال يتكلم والانسحاب وبيتكلموا عن الزمالك هننسحب من الكرة الطايرة، وساعتها بقى هتطلع كل القنوات. قرار صارم. هنا تتحدث المبادئ. مبادئ. وبعدين ايه بقى؟ نزلوا بقى الهتاف بتاع اللاعب الهارب
فاهمين؟ لما حد يقول لك مبادئ نزل الهتاف على طول، ولما يقول لك اخلاق نزل الضربه اللي ضربها الشناوي للاعب. هو ده المبادئ والاخلاق، افعال لا اقوال. حبايبي الزملكاويه، انا بطلب منكم، احنا ولا حد فينا هيتفرج على هذا الماتش، ولا يهمنا مين هيلعب مكان مين ولا مين هيروح مكان مين. تمثيليه كده هي لازم تكمل. احنا هي دعوه بجماهير الزمالك اللي بشكرها في كل العالم، والجماهير شعب الزمالك العظيم. انتم شعب راقي، اعترضتوا بأدب بأخلاق بدون تجاوزات. انتوا فعلا اثبتوا للناس كلها ان الزمالك جمهور قوي، جمهور حقاني، جمهور عارف يعني ايه ياخد حقه بس بأدب مش بتجاوزات. فعلا كنتوا يعني مثال مشرف لجماهير الرياضة في العالم كله. تحياتي ليكم كلكم، وإن شاء الله إن شاء الله التصعيد هي أول خطوة. الانسحاب أكبر خطوة عملناها، وبقيتها إن النادي ده لازم يتعاقب، لأنه في وراه ما شاء الله بقول لكم إعلام وناس لا هو ما بيغلطش إن شاء الله بإذن الله. ما ضاع حق وراه مطالب، واحنا بنطالب، وان شاء الله الحق لازم هينتصر. حبايبي الزملكاويه، يا رب دايما بخير، ويا رب متجمعين على حب الزمالك، وعاش جمهور وشعب الزمالك المحترم. وبصوا انا كزملكاويه كنت دايما اقول طبعا ربنا، بلدي، بناتي، والزمالك خط لا اقبل المساس بيه. احنا جمهور وطني، وفعلا لما اتقال نادي الوطنيه والكرامه، كرامتنا الحمد لله رئيس نادينا وكل الزملكاويه قدروا يحافظوا عليها وطنيه، ان احنا ما بناخدش الحق بالصوت العالي ولا بالتجريح ولا بالتكسير ولا بالتخريب. حبيبي الزملكاويه، يا رب دايما بخير، ويا رب دايما في احسن حال، واحلى سلام على احلى زملكاويه.